السلام عليكم في فيديو جديد من هلوسات كروية وخربشات كروية لما بعد مقابلات بعد المقابلات بمناسبة كأس العالم فيفا قطر 2022. وأخيرا جاء اليوم الموعود، النهار اللي طال انتظاره من طرف المشجعين والمتفرجين، مقابلة المغرب كرواتيا. كما كيعرف الجميع سوغ لو بابيي، المنتخب المغربي المنتخب الكرواتي المرشح على الورق راه باين شكون منتخب كرواتيا، لانك تتلعب ضد وصيف بطل العالم فريق اللي تستدعي التاهل للنصف النهائي ديال الناشيونز ليغ في مجموعه ضمت الدنمارك وفرنسا. هذا ماشي سهل، الفو لو برونغ اون كونسيديراسيون، لان في اخر المقابلات منتخب كرواتيا ما نهزم حتى في شي لقاء. بعد المقابلات الصراحه انا تفاجات ان بعض الجماهير طمعات في النتيجه. علاش ما لعبناش كره؟ علاش ما لعبناش؟ شخصيا كنفضل النقطه اليوم على اداء بطولي اللي باقا الشمته ديالو الى يومنا هذا كتلعب ليا في حلقي في الماتش ديال المغرب والبرتغال في كاس العالم اللي فاتت. فاش نفعنا الاداء الرائع. اللي كيتفرج في البطوله تيتفرج في متبع الكره المغربيه تيعرف ان الركراكي مدرب اللي براغماتي، مدرب اللي ما غاديش ياخذ معاك لو ريسك نهائيا، مدرب كيلعب على حسب الامكانيات ديالو. دونك منطقيا فامام كرواتيا راه ما غاديش يحل اللعب، وغادي مدرب معروف انه تيلوح لا بريسيون على الفريق الخصم. وهذا الشيء اللي كان كيف ما شفنا في الندوه الصحفيه، قال لهم ان كرواتيا اللي مرشحه للفوز. دونك نقطه انا ناخذها عيني مغمضين مهما كان الاداء. بطبيعه الحال عندي ملاحظات بزاف طريقه اللعب وكل شيء، لكن مهما كان الاداء فالنقطه الغايه تبرر الوسيله. في انتظار اننا بقينا على قيد الحياه، باقي عندنا الحظوظ ديالنا. الماتش الجاي مع بلجيكا غادي ندخلوا عاوتاني بقميص الحصان الاسود الغير المرشح. هذا كيلوح لا بريسيون على منتخب بلجيكا، خصوصا الى ان الاخير ما انتصرش في المقابلات ديالو امام كندا. تاريخيا المنتخب الوطني ما عمره بدا المونديال بانتصار. في خمسه المشاركات السابقه بدا بثلاثه الهزائم وجوج تعادلات، وفي جوج تعادلات تاهلنا مره واحده للدور الثاني. للاسف المره الثانيه كنا قاب قوسين او ادنى. وحنا كنعرفوا ان حنا المغاربه الحظ ما كيلعبش جيدنا في هذه المناسبات. كتذكير فقط فان المنتخب البرازيلي لم ينهزم ابدا في تاريخه في مرحله المجموعات الا النهار اللي كتوقف عليه المغرب في 98. غير هذا الشيء كيلخص مساله الحظ. دونك بالنسبه للماتش ديال اليوم، كيف ما شفنا الخطوط متقاربه ما بين اللاعبين. خلينا الكره لمنتخب كرواتيا. منتخب كرواتيا اللي ما عندوش الفرديات، منتخب اللي لقى المساحات امامه، فكون على يقين انه غادي يكون الفريق الوطني الدراسه ديال الخصم ديالو. الخطوط بقاو متقاربه بعضياتهم. لهذا الشيء شفنا ان نوعا ما التحولات من الدفاع للهجوم ما تموش بطريقه سريعه. كان هذا نوع من لو ريسك في الخطه باش لاعب وليد الركراكي. شفنا ان سوغ لي كوتي كان نوع من التوازن. شفنا لو كوتي اللي فيه حكيمي كان اكثر نشاطا في الشوط الاول في الناحيه الهجوميه. شفنا لو كوتي ديال المزراوي بقى نوعا ما متحفظ دفاعيا. هنا باش يتخلق واحد النوع ديال ليكيليبر. شخصيا انا الاداء اللي اللاعب اللي ما تسنيتوش بهذا السوء هذا هو اناحي، ونتمنى انها تكون غير عثره مقابله وصافي، لان اليوم اناحي ما عاونش بزاف. باش كنا محتاجين ان اللاعبين الفريق الوطني يتخلصوا من لا بريسيون وينتقلوا من الشق الدفاعي للشق الهجومي. هنا في لو رول هذا حاول مع املاح كيف ما شفتوا املاح حاول يلعب في لا فيرتيكاليتي، الشيء اللي بروفوكا لي بزاف ديال الاخطاء في التمرير. انا شخصيا اللاعب اللي نعطيه اوم دو ماتش اليوم في الفريق الوطني
هو مرابط صراحه كان تخوف منه هو سايس واكرد. سايس بالنسبه لبدايه الموسم ديالو المستوى الكارثي اللي تيقدم في بشكتاش، ونايف اكرد بالنسبه للغياب ديالو على الميادين وغياب التنافسيه في وست هام نظرا للاصابه اللي كانت لحقات به. على العموم نقطه كتخلينا في سباق التاهل كيف ما قلت، غادي نعرفوا القيمه ديالها من بعد نهايه المقابله ديال بلجيكا وكندا، واللي حتى الساعه في الدقيقه 40 كندا وبلجيكا 0-0، ماتش ايكيليبري بزاف. كندا ضيعت بينالتي جوناثان ديفيس. دونك هذا هو المهم عندنا حنا اليوم، ان الحظوظ ديالنا باقي في يدينا. ان شاء الله اون فا جيري لو ماتش بروشان بطريقه اللي تكون ان شاء الله مزيانه. نلعبوا سون بريسيون كيف ما اليوم ان شاء الله، ونتمنوا حظ سعيد للفريق الوطني المغربي، ولما لا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. تبقى الحظوظ بين يدينا وما تخليناش نتسناو المصير، ما نحطوش المصير ديالنا في عند فرق اخرى. دونك كان هذا فقط هلوسات كرويه بالنسبه للفريق الوطني المغربي. وبالنسبه لمحبي كره القدم كنهنيهم بفوز المنتخب الياباني على منتخب المانيا، اللي تحول من منتخب محبوب للجميع للمنتخب منبوذ للجميع. والنتيجه نذكروا نتيجه المنتخب اسبانيا مع كوستاريكا 7-0 بدون مقاومه تذكر، وتفنن في لاعبين منتخب اسبانيا في احراز الاهداف. دونك كان هذا ملخص ديال مقابلات اليوم في كأس العالم. وان شاء الله في فيديو اخر نحاولوا نشوفوا خربشات كرويه اخرى وهلوسات ونبارطاج. كنشكركم على المتابعه وشكرا.